شاب اتخرج من الجامعة، قعد فترة يدور على شغل بس مش لاقي. عرف ان في هيئة حكومية مرموقة طالبة موظفين، فسافر للمدينة عشان يقدم فيها. قعد عند ناس اصحابه. تاني يوم راح قدم على الوظيفة، لقى شباب كتير مقدمين على نفس الوظيفة. الموظف اللي هناك قال له حاول تقدم في اماكن تانية، لان الناس اللي مقدمين كتير ومنهم ناس معاهم وسايط. فحس باحباط وقرر انه يرجع على قريته. ودع اصحابه وكلم اخوه يبعت له فلوس عشان يعرف يرجع. اخوه حول له 200 ريال. راح عشان يسحبهم من المكنة، لقى ست عجوزة واقفة على جنب عند المكنة مش عارفة تسحب. قال لها تحبي اساعدك؟ قالت له والله يا ابني عاوز اسحب 200 ريال من فلوس الضمان الاجتماعي، اكيد نزلهم لي وانا محتاجاهم ضروري. حط الفيزا بتاعت الست، لقى الرصيد صفر. قام حط الكارت بتاعه وسحب ال 200 ريال اللي اخوه بعتهم له، وقال للست اتفضلي فلوسك. الست فضلت تدعي له يا رب ييسر لك امورك. بعد كده ما بقاش معاه فلوس عشان يرجع بلده، فرجع على اصحابه. تاني يوم جات له مكالمة من الهيئة الحكومية بتقول له انت اتقبلت معانا في الوظيفة. تصدق بكل اللي كان معاه في عز ضيقته، فربنا عوضه